بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في حياة أي شخص فينا حب كبير استخدمه في خياله كتير خالص، وأحلامه اليقظة ومش عارف ايه والكلام ده. الشخصية دي الإنسان بيستعرض قدامها إبداعاته، سواء بيغني، بيقرأ قرآن، بيعمل إنجازات في حياته، بيحب يستعرض قدامها أي إنجاز في حياته عن طريق خياله. والشخصية دي بتكون هي المشاهد الوحيد لكل الإنجازات اللي أنت بتعملها. يعني ما فيش حد هيحييك مثلا على قراءة القرآن في أوقات فراغك غير اللي أنت حاسسها بتسمعك دي. محدش هيحييك مثلا على أغنية حلوة أنت غنيتها وأنت سايق مثلا، أو أنت في مكان فاضي حواليك، غير هي الشخصية الخيالية دي اللي في مخك. الشخصية الخيالية دي أو البنت اللي بتحبها دي ممكن تكون شخصية حقيقية، بنت حبيتها مثلا وما حصلش نصيب ما اتجوزتهاش. ممكن تكون شخصية أنت قريت عنها في كتاب أو شفتها على شاشة مثلا أو في عمل فني. لازم تكون الشخصية دي أو البنت اللي بتحبها لازم تكون أقرب منها للمثالية، يعني قريبا هتكون بنت مثالية عن إنها تكون مثلا بنت أخلاقها سيئة أو مثلا صفاتها سيئة. ليه؟ لازم تكون مثالية عشان تشجعك أنت على الإبداع في الحاجة الصح، وعلى عمل الحاجة الصح، وعلى عمل الإنجازات الصح. يعني مثلا بنت تحب الناجحين، مثلا زي ما كانت المراهقين زمان تحب تذاكر وتطلع الأوائل عشان تبهر البنات اللي بتحبها والكلام ده. لازم تكون شخصية إيجابية بحيث تشجعك على الإبداع الإيجابي وعلى فعل الأمور الكويسة. تقرأ قرآن مثلا عشان تبهرها، تقول أغنية حلوة مثلا عشان تسمعها هي مش عارفة. طبعا دي كله في خيالك، ودي كله في أوقات فراغك ومش عارفة. بتكون هي المشاهد الوحيد للأعمال الكويسة اللي أنت بتعملها أو للإبداعات اللي أنت بتقوم بها في أوقات فراغ وفي المكان الفاضي حواليك، زي السواقين مثلا، او زي اي حد ماشي في طريق فاضي بيحب يغني، فبيتخيل البنت اللي حبها دي هي المستمع الوحيد بالنسبه له. طب في حد هيسأل مثلا هيقول طيب يا عم انا بقرا قرآن او بعمل اي حاجه مثلا كويسه في حياتي او حسنات لله. اقول له ده ما يمنعش، لانك انت لازم يعني اعتبرها من الشخصيات اللي انت اتخذتها قدوه حسنه في حياتك، مثلا زي مدرس اثر في حياتك، ابوك، امك، من الشخصيات اللي اثرت في حياتك وخلتها ايجابيه وكويسه. اعتبر برضو حبيبتك او البنت اللي حبيتها زمان من الشخصيات اللي هتشجعك على انك تعمل حاجه كويسه لله، او تقرا قران او تحفظ قران او تتقدم في علمك او مكانتك العلميه. في النهايه، أي شاب مقبل على الحب أو أي حد ناوي يتخذ وحدة يفكر فيها على طول أو يجعلها المشاهد الوحيد لأعماله أو الإبداعاته في أوقات فراغه، نجي وحدة أو نجي شخصية إيجابية تحفزك على الإبداع الصحيح وعلى عمل الحاجات الإيجابية الصح، مش شخصية تحفزك على أنك تعمل أشياء سيئة وتبهرها بأشياء وحشة. نجي صح، اختار شخصية أو اختار المشاهد الوحيد هيشوف أعمالك وإبداعاتك صح علشان تبدع صح.